مش الواد امام عاشور طلع سريلانكي؟ ركز معايا. امام عاشور جبت لك اصوله بقى تقريبا، بس انا هتاكد لك واقول لك ان شاء الله باذن الله بكره. مش عارف اصوله، الاصول سريلانكيه ام كينيه ام موزمبيقيه، تقريبا حاجه من الثلاثه دول. لان شوف، ما هو انت لو مش قادر تاخد بالك من اللي بيحصل بقاله 48 ساعه على السوشيال ميديا، او بمعنى ادق من بعد ماتش غانا على السوشيال ميديا، ومش واخد بالك ان امام عاشور فعليا جنسيته مش مصري، بس تقريبا بيحوروا علينا. فخلينا ننبهك مبدئيا، بس الناس اللي سالتني كذا مره على الفيديو بتاع الحرامي ومشي ليه من النادي الكبير، كان في حرامي كده معروف وفي راح اشتغل في نادي تاني كبير برضه في مصر، والنادي ده مطيره. هقول لك طياره ليه بكره، عشان النهارده بيني وبينك في احداث كتيره، وفي فيديو اهو بنزله لك، وبالليل هيبقى ماتش الزمالك الناس هتبقى مشغوله، والفيديو ده مش عايزينه يتشغل، لازم الناس تركز معاه. بكره ينزل الفيديو ده ان شاء الله الساعه 7 بعد صلاه العشاء باذن الله. المهم يا سيدي، الناس كلها مقلوبه والدنيا كلها عماله تتكلم من قصه صلاح ده، ما ينفعش تنتقده، صلاح ما ينفعش، ما يعرفش تعمل له ايه. فركز معايا عشان هقول لك كلمتين مهمين قوي. طيب انا شفت بوست الصبح كده الواحد بيطلع قناه الزمالك من الناس اللي بتمسك طبله وما مالهاش علاقه، كان شويه اهلاوي وشويه بقى لما راح اشتغل في الزمالك قلب زملكاوي وحاجات كده غريبه يعني، فانت عارف السبوبه بتحكم. فطلع بيتكلم في كلمتين ما ضايقوني بصراحه، استفزوني. اصل كل من ينتقد صلاح فما هو الا حاقد ومش عارف وغلاوي وي وي وي. عزيزي الطنبشاوي، هل تعلم ان شعب مصر مش هو صاحب الجناح اليمين في ليفربول قبل ما يروح صلاح؟ هتقول لي يا اسلام مش فاهم حاجه، ما هو انا لما ابقى غل من ناحيه صلاح يبقى صلاح واخد مكاني في ليفربول، او واخد مكاني في المنتخب. ما لهاش كده. لما ابقى انا مثلا اهلاوي وتلاقيني بشيد بفتوح وامام عاشور وبشيد بزيزو وبشيد بمروان عطيه، يبقى احنا لازم نتكلم بالعقل، لان احنا فعلا عندنا امكانيات كويسه جدا. وبقول لك ان طول عمرنا المنتخب بتاعنا المحليين بتوعه كويسين. تيجي على المحترفين زي عمر مرموش عمل ماتش هايل من بعد ما صلاح خرج، وتريزيجيه ظهر، وطول عمر تريزيجيه بيظهر، بس للاسف الاضواء مسلطه على محمد صلاح، فدايما الواد تريزيجيه ده حقه مهدور. والمناسبه ابو طبله ده اللي كان بيشتغل في قناه الاهلي ودلوقتي شغال في قناه الزمالك وعامل فيها من الثالثه يمين وبينزل صوره من الثالثه يمين، وهو كان معانا في الثالثه شمال قبل كده، سبحان الله. المهم، بيقول لك ان صلاح تسبب في صعود منتخب مصر كاس العالم، ونسيوا لك يا صلاح انت عملت ايه، ونسيوا يا صلاح انت سويت ايه. عمل ايه صلاح؟ ما ضيع ضربه جزاء كاس العالم الاخير هو زيزو. صلاح ما صعدناش كاس العالم الاخير. صلاح ما خدناش معاه ولا كاس عشان رايح خسرنا النهائي. اللي مصعدنا كاس عالم اللي تحت الاضواء، والله اللي الاضواء مش جايباه ومش واخد حقه، اللي اسمه تريزيجيه. لو انت مش قادر تفهم وتبص في الملعب صح، فانت هتبقى راجل، دي مشكلتك عقليه مش مشكلتنا احنا. وبعدين بالنسبه لقصه الغل عشان نقفلها، فشعب مصر مش الجناح اليمين بتاع ليفربول ومحمد صلاح جه خد مكانه، او انا الجناح اليمين بتاع المنتخب او ليفربول وصلاح جه خد مكاني، فاحنا بنغل منه. صلاح مش احسن من كريستيانو وميسي. انا من انصار كريستيانو، ما بطيقش ميسي، لكن اي حد يقول ان ميسي مش صاحب اللعبه ما بتفهمش، عندك مشكله. تحب وتكره، دي زي حالاتي كده، انا بحب كريستيانو ما بطيقش ميسي، لكن ميسي صاحب اللعبه. اللي بيعمله ده اعوذ بالله، عايز اشتمه. اللي بيعمله الكائن ده اللي ممكن تكون دي شيء طبيعي، فهنركن ميسي على جنب وبقيه الناس في حته ثانيه. وبرده كريستيانو كرياضي بقى، وكالفيزيكال اللي عاملها لنفسه وجسمه والاهتمام، وانه هداف في حته ثانيه. ليه بقول لك دول؟ ميسي صاحب اللعبه. جمهور الارجنتين اللي بياخد كوبا امريكا وكاس العالم الاخير دوت من سنه كان ماسكه سلخ، مش انتقادات، احنا بننتقد الراجل ومخنوقين وزعلانين، لا، جمهور الارجنتين كان بيسلخ ميسي. كريستيانو رونالدو اللي انا من انصاره، الجمهور بتاع ريال مدريد في قلب السانتياجو كله كان بيصفر عليه ومش طايقه. فتره من الفترات الكوره كده، دي اللي اسمها عزيزي اللي بتنتقد شعب مصر عشان هم بقوا كتير دلوقتي، دي اللي اسمها ان انت ايه، ضربت النجوميه وضربت الشهره وضربت كل حاجه، فاهم انت؟ في ملايين وفي حب وفي بتاع، بيبقى قدامها شويه انتقادات او ما بتقع، بيبقى شويه قدامها شويه كره او ما بتقع. هي الشهره كده، حياه النجوم صعبه زي ما بيقول لك. لكن المهم ده بالنسبه لنا ما يفرقش. لكن عارف انت الناس دي كلها مش شايفه الانتقادات اللي بيتعرض لها الواد امام عاشور؟ عشان ابقى فاهم يعني، اديني عقلك. هل انت محمد صلاح ده مصري وامام عاشور سريلانكي؟ يعني عشان نبقى فاهمين، الكابتن احمد شوبير حتى اهو راجل اهلاوي، والكابتن احمد ميزو نهاد مش ده بتاع طلع ميزو ونزل عمرو. ده بتاع طلع ميزو ونزل عمرو التاني. ايوه هو ده بتاع هو ده كابتن احمد حسين ميدو اللي نزل التويته برضو ديت وبيدافع عن صلاح، وكابتن احمد شوبير بيدافع عن صلاح، وكلها بتدافع عن صلاح. حضرتك مش شايف ان في بيطلع واحد كاذب، واحد هجاص، وواحد تاني حرامي سارق زميله قبل كده، ولا مش هقول لك دلوقتي، بكره اقول لك مشي من النادي الكبير التاني ليه، وعامل كوارث قبل كده، بيطلعوا كل يوم كل ماتش ينتقدوا في الواد امام عاشور. وهو اول ماتش لعب 10 دقائق والمنتخب كله كان زي الزفت. تاني ماتش عامل ماتش عالمي، واخد تاني اعلى تقييم على موقع سوفا سكور، والناس كلها بتشيد بيه على تويتر، والناس كلها بتشيد بيه على السوشيال ميديا، والناس عماله بتهاجمه. هل انت مش شايفين دوت؟ عشان تطلعوا في اعلامكم في قناه الاون سبورت، او انت يطلع في ميدو، ما اعرفش بيطلع في انهي قناه بصراحه عشان ما اعرفوش، ما اتفرجش عليه الصراحه. كابتن احمد شوبير قناته معروفه اون سبورت،
هل الناس دي كلها ما بتشوفش الانتقادات اللي بتتعرض لامام عاشور؟ فتطلعوا تقولوا لهم احترموا نفسكم وعيب بقى، كفايه رخص لحد كده، كفايه تبقوا عبيد للمال والفلوس والمشاهدات واللي انتقد براحتك واتكلم براحتك. احنا ناس اهلاويه بنشيد بامام عاشور وبنشيد بفتوح، بنشيد بزيزو وبنشيد بمروان عطيه، ده منتخب مصر. وهتلاقي الزملكاوي العاقل نفس الكلام، هيشيد يقول لك امام عاشور ما ينفعش يقعد بره، وهتلاقيه بيقول لك ما ينفعش برضه فتوح يقعد بره، ولا مروان عطيه بره، ولا الشناوي مثلا يبقى دكه مثلا على سبيل المثال، فاهمني؟ ده شيء طبيعي جدا لان ده منتخب، ده العاقل. انما صاحب القلب الاسود والقلوب السوداء المهببه ب 60 نيله هتلاقيه مشخصنها وقلبها الوان اهلي وزمالك في المنتخب، وده شيء ما يمتش للعقل بصراحه. فنتمنى بس قبل ما انسى، شفت لما قلت لك من كام يوم على الالوان في الاعلام، قلت لك في لون كده زي بتاع ابراهيم فايق والمحمودي، او قلت لك بمعنى ادق في لون نظيف، واديتك عليه مثل مين؟ قلت لك المحمودي وابراهيم فايق. شفت ابراهيم فايق اول امبارح؟ شفت بيتكلم ازاي على الناس اللي بتقول المفروض صلاح ما حدش ينتقده؟ شفت اتكلم ازاي ابراهيم فايق؟ اصل بص، ابراهيم فايق ممكن حد دلوقتي يقول لي ايه، طب ابراهيم فايق والمحمودي يا اسلام ما حدش فيهم برضه اتكلم عن الناس اللي بتنتقد امام عاشور. شوف الكمال لله وحده. يعني لو اعلامي في التلفزيون او اي شاب حتى زي حالتي على السوشيال ميديا بيكلمك في المحتوى بتاعه ب 70 80% حياديه، بنسبه كويسه جدا جدا. لكن انت مستني مثلا من اسلام او من ابراهيم فايق او من محمودي او من عبد الله او من حسن او من خمر، اي حد مستني منه رضا تام عن محتواه بنسبه 100%، تبقى انت غلط. مفيش حاجه، كمال لله وحده. لكن زي ما قلت لك انت حسابها نسب وتناسب، ابراهيم فايق ممكن يكون سوء عليه دي، المحمود يكون نسي ما خدش باله من دي، زي ما احنا نفسنا ممكن ننسى وما نشوفش، وممكن يكونوا اتكلموا وما سمعناش. لكن اللي مش طبيعي انك تبقى زي الكاذب اللي انت عارفه كويس، او الهجاص، او زي الحرامي اللي سارق زمايله. طول ما انت قاعد كل ماتش يخلص في 11 لعيب في الملعب طلع يقول امام عاشور، طلع تقول امام عاشور، ده الله يعين الواد دوت. الله يعينه لحد دلوقتي بيلعب وقادر يتالق مع المنتخب، وقادر يتالق ما شاء الله مع الاهلي. فده يعني عارف انت حاجه، ربنا يكرمنا ونحاول نتاكد ان كان امام عاشور سريلانكي ولا مصري. عشان كده الناس دي كلها مش ما بتتكلمش في قصه ان امام عاشور بيتعرض لحمله وهجوم ونقد غير طبيعي حتى هو مع المنتخب. يعني ما من المنتخب تعالى يجي الاهلي واحنا بفرقتنا بنعرف نوقف اي حد على رجله. لكن ما علينا ما علينا. انا لحد كده بالشكل ده بقالي مش عايز اطول عليك، استنى الفيديو بتاع الحرامي وهقول لك هو مشي لين النادي الكبير التاني لما كان ماسك فرقه بتاعت العيال الصغيره. بكره ان شاء الله الساعه 7 لحد كده تمام، ونشوفك فيديو جديد. سلام.